تخيل تصحى في يوم تلاقي بنتك الوحيدة اتحولت لوحش بياكل لحم البشر. القانون بيقول لازم تبلغ عنها وتتقتل فوراً عشان تحمي الناس، لكن قلب الأب ليه رأي تاني خالص. بطل قصتنا النهاردة قرر يخالف العالم كله ويخبي زومبي في بيته، ومش بس كده، ده قرر يروضها ويعلمها الأدب كأنها قطة أليفة. هل هيقدر يرجعها بني آدمة تاني ولا الكارثة هتقضي عليهم كلهم؟ قصة غريبة جدا ومؤثرة. جهز فشارك ويلا بينا نشوف الحكاية. لشهور طويلة كوريا كانت بتواجه فيروس مرعب حول البلد كلها لزومبي، وبعد 180 يوم من غير أي حالات إصابة جديدة، الحكومة أعلنت إن حالة الطوارئ ممكن تترفع أخيراً. بس جونغ هوان عنده سر خطير: بنته سو زومبي وهو مخبيها طول الوقت ده. النهاردة جاب لها شوية أكل وسو حاولت تهجم عليه، بس جونغ هوان صدها بسهولة. الحكاية بدأت من كام شهر. جونغ هوان شغال في حديقة الحيوان المحلية كمدرب حيوانات، وكمان بيعمل فيديوهات على النت عشان يروج للحديقة. ومؤخراً كان بيعلم نمر إزاي يرقص وصور شوية حركات للكاميرا. النمر فعلاً قلد مشية جونغ هوان، بس ما عملش أكتر من كده. في البيت سو بتحب تقضي وقتها في الرقص. جونغ هوان بيحب يشجعها ويديها نصايح، بس سو مش عايزاه يدخل أوضتها وحاطة يافطة كمان. ولما بيحاول يوريها حركاته، سو بتفكره إنه بطل رقص وبتطرده بره. بعدها جونغ هوان بيروح يطمن على قطة العيلة يونغ يي، اللي هي كمان بتطنشه وبتفضل تتفرج على التلفزيون. وفجأة برنامج القطط بيتقطع بخبر عاجل بيوري أول زومبي بيهاجم المواطنين في الشارع. تاني يوم جونغ هوان فاجئ سو بتورتة عيد ميلاد، ووالدته بام سون انضمت للاحتفال عبر مكالمة فيديو. جونغ هوان بيهزر إنه مش هيدي لسو هدايتها، فهي بتزغزغه لحد ما يقول لها مكانها فين. وهي بتفتح الهدية بتسمع صوت غريب وبتنده على باباها عشان يبص من الشباك. جيرانهم بره بيتخانقوا خناقة غريبة جدا، وسو بدأت تصورهم. الست زقت جوزها في الحيطة ودفنت وشها في رقبتها. فجونغ هوان وقف تصوير سو لأنه افتكر إن الموضوع هيبقى قلة أدب. بس لما الست بعدت اكتشفوا إنها عضت رقبة جوزها بوحشية. ولما لفت وشها الست كشفت إنها زومبي. الزومبي جريت على شباكهم وبدأت تخبط عليه جامد، فالعيلة استخبت ورا الكنبة. في اللحظة دي تليفون سو بدأ يرن بإنذار الطوارئ، بس هي قفلته بسرعة. الزومبي فضلت تخبط والإزاز بدأ يشرخ، فجونغ هوان بعت سو على أوضة تانية مع القطة. الشباك اتكسر أخيراً والزومبي بدأت تدخل، بس اتسمرت مكانها لما جونغ هوان زعق لها وهددها يطلب البوليس. للأسف ده ما جابش نتيجة، والزومبي كملت حركة. فجونغ هوان زق الكنبة عشان يحبسها عند السور، وبعدين جري على أوضة سو اللي ورته رسالة من صاحبتها بتقول إن مامتها كمان اتحولت لزومبي. العيلة قررت تهرب، بس لقوا فوضى عارمة في الشوارع والناس بتحارب الزومبي في كل حتة، حتى كلب صغير اتحول. جونغ هوان حاول يتصل بالطوارئ، بس الخطوط مش مجمعة، وبس بتجيله رسائل تحذير بإن العدوى بتنتشر في البلد. خمن إن الأرياف أكيد أمان أكتر، فقال إنهم لازم يروحوا بيت بام سون. في اللحظة دي الزومبي حصروهم، فسو عملت نفسها زومبي وصرخت في القطيع عشان تبعدهم. جونغ هوان قلدها، والاتنين استخدموا مهارات الرقص بتاعتهم عشان يتنوا مفاصلهم بطرق مضحكة عشان يبانوا زومبي بجد. للأسف الزومبي كشفوا كذبهم وحاولوا يهجموا. الاتنين بدأوا يجروا، سو اتكعبلت وست عجوزة حاولت تعضها، فجونغ هوان مد دراعه عشان يحميها. الزومبي عضت هو، بس لحسن الحظ الست كان عندها طقم سنان تركيب، فجونغ هوان شال الطقم من على دراعه من غير أي إصابة. كملوا يجروا بس كان في زومبي كتير جدا. جونغ هوان ادى سو شيالة القطة وطلب منهم يستنوا وهو بيحاول يجيب عربية، ومسك يافطة مرور واستخدمها عشان يزق الزومبي من طريقه وهو بيجري ناحية عربية. وأول ما ركب الزومبي حصروه، فداس بنزين عشان يوقعهم،
وبعدين عدى خد بنته والقطة وأخيراً هربوا. بره المدينة جونج هوان بيحتفل إنهم هربوا، بس سو كانت متضايقة. لاحظ إنها بتفرك في كمها فبص بسرعة واكتشف إنها اتعضت. شرحت لها إنها وهي مستنياه طفل زومبي صغير فاجئها من ظهرها. جونج هوان حاول يطمنها إنها هتبقى كويسة، بس جسمها كان بدأ يتحول بالفعل وأغمى عليها. لما سو فاقت كانت خلاص بقت زومبي، وحاولت فوراً تعض أبوها اللي كسر الدركسيون فجأة والعربية خرجت عن الطريق. جونج هوان شد الزعبوط بتاعها وقفله جامد عشان يمنع العضة. سو قدرت تزقه، بس جونج هوان مسك حزام الأمان ونط الكنبة اللي ورا، وبعد شد وجذب سو خبطت راسها وأغمى عليها. بالليل بام سون رجعت البيت لقت ابنها مستني بره. قال لها إن سو عيانة وحاول يمنعها تدخل، بس بام سون زقته ودخلت الصالة لقت فوضى كبيرة وكمان سو بتزمجر في الزاوية. لما بام سون زعقت عليها بسبب الفوضى سو حاولت تهاجم عليها، بس الست العجوزة اتحركت بسرعة وضربتها مرتين بهراشة الظهر عشان تفقد الوعي. بعدها ربطوا سو في كرسي وجونج هوان شرح الوضع فبام سون انهارت. في التلفزيون الحكومة عاملة مؤتمر صحفي، قالوا إنهم شغالين مع الجيش لوقف الفيروس وطلبوا من المواطنين يتجنبوا التعامل مع الزومبي. تاني يوم جونج هوان سائل المستشفى وخلى سو تستنى في العربية. جوه لقى زحمة حوالين دكتور لسه متعضد وست بتحمي ابنها الزومبي. العساكر دخلوا وقالوا لها تبعد، بس وهي بتصر إن ابنها كويس قام عضه هي كمان. العساكر ضربوا نار وقتلوا الزومبي، فجونج هوان جري برعب ورجع للعربية. ولما شاف عساكر أكتر جايين قرر يخلي سو سر. لما رجعوا البيت جونج هوان خد التليفون من بام سون عشان يمنعها تقول لصحابها على سو، وطلب منها تكتم السر. في التلفزيون أعلنوا إن التستر على الزومبي جريمة. جونج هوان رفض يسيب البوليس تقتل سو وقال يفضل يعمل ده بنفسه. بعد ما حفر حفرة في الجنينة رفع الجاروف عشان يضرب بنته، بس افتكر كل ذكرياتهم سوا وانتهى بيه الحال إنه انهار وعيط وحضنها وهو بيبعد بقها عنه. بام سون مسكت الجاروف وقالت إنها تقدر تعمل ده، فجونج هوان اضطر يوقفها. وهم بيتخانقوا سو استغلت الفرصة وفكت القيود وهربت. ميواء القطة نبههم إن سو هربت، فجريوا فوراً يدوروا عليها. في القرية جونج هوان افتكر مكان مميز على الرصيف البحري وجري هناك ولقاها فعلاً. لو هي جت هنا عشان كانت بتحب المكان ده وهي طفلة، ده معناها إنها لسه عندها ذكرياتها، فاستنتج إنها لسه حية تحت تحول الفيروس. شغل أغنية على تليفونه وسو بدأت ترقص وده أكد نظريته. بعدين في البيت العيلة شافت فيديو لعالم بيشرح إن الفيروس بيدمر خلايا المخ وبيسيب بس غرائز البقاء، وإنهم جربوا على الفئران واكتشفوا إن تحفيز المخ بيساعدهم يستعيدوا الذاكرة ويضعف الفيروس. بالمسون حاولت تأكل سو رز وبيض، بس البنت طنشت بالمسون وأكلت اللحمة بس. في اللحظة دي دونج بي دخل البيت لأنه سمع إن صاحبه العمر رجع البلد. حاولوا يبعدوه بس شاف سو في الآخر. جري للشارع وحاول يكلم البوليس، بس جونج وان وقفه وشرح له نظريته. ولما دونج بي ما صدقوش وراه فيديو لسو وهي بترقص وهي زومبي وحلف إنه هيدربها زي ما كان بيدرب النمور. بعد ما البنت نامت جونج هوان بلغ والدته إن دونج بي عايزهم يمشوا الصبح. أول ما الشمس طلعت جونج هوان سرج لقى دونج بي نايم في عربيته، بس دونج بي كان جايب أخبار حلوة. في شركة أدوية شغالة على علاج، عشان كده هيسمح لجونج هوان يحلي بنته لحد ما يستنوا. وعشان يبقوا في الأمان العيلة حدت سو لجزيرة مهجورة عشان يدربوها. جونج هوان بدأ بمحاولة تعليمها تسلم بالإيد، بس سو عضت الجوانتي اللي على العصا. دونج بي خاف وكان عاوز يجري وجونج هوان فكروا ما يديش ظهره ليها، ومع ذلك سو جريت وراه. المهم بعدها جونج هوان جرب التدريب الاجتماعي ونجح يخلي سو تبربش مرتين زي القطة. فجأة حاولت تعضه فصفر بالصفارة عشان يوقفها. هو افتكر تدريبه جاب نتيجة، بس سو اتجمدت بس عشان بام سون كانت بتهددها من ورا ظهر جونج هوان.
تاني يوم الرجالة خلوا سو تتمرن، وجونغ هوان خد شوية صور لأنه بدأ يكتب يوميات لمتابعة تقدمها. بام سون كانت بتأكلها كويس، وجونغ هوان لاحظ إن بنته مش بتبقى عايزة تعض لما تكون شبعانة. مع مرور الأيام عدد الزومبي في البلد بدأ يقل، والحكومة رفعت المكافأة للتبليغ عن المصابين. العيلة فضلت شغالة مع بعض وحتى قدروا يستمتعوا بوقتهم، وأخيراً حسوا بالأمان كفاية إنهم يرجعوا البيت. في صباح يوم جونغ هوان بيطمن على بنته واضطر يصد هجومها بسرعة، وللمفاجأة سو ابعد ببطء لورا وبطلت زمجرة. جونغ هوان عرض دراعه عليها وسو قربت تعضه بس وقفت نفسها في آخر ثانية. جونغ هوان فرح جدا بالتقدم ده وقرر يعلمها تتكلم، بس الصوت الوحيد اللي عملته كان زمجرة. بام سون شافت إن عدم العض معناه إنهم يقدروا يخرجوها دلوقتي، بس الأول لازم يظبطوا شكلها. جونغ هوان نزل المدينة واشترى شوية مكياج، وهو خارج شاف حبه الأول يان هوا وحاول يستخبى بس هي شافته. عرضت توصله وقالت إنها دلوقتي مدرسة في مدرستنا القديمة. يان هوا كانت عايزة تزول بام سون وتقابل بنت جونغ هوان، فأجبرها توقف العربية ومشي للبيت عشان يبعدها. بالليل جونغ وان ودونغ بي في مطعم، وفجأة يان هوا جت عليهم. هي سمعت إن جونغ وان مطلق وإن سو بتتعالج من مرض في المخ، فاعتذرت عن أسلوبها بدري، وكشفت إن عندها 3 طلاب بس السنة دي، وشايفة إنها تقدر تاخد بالها من سو كمان، بس جونغ وان رفض. في التلفزيون أعلنوا مرور 200 يوم بدون زومبي، يعني الفيروس قرب ينتهي. يان هوا اعترفت إنها بتكره الزومبي وقالت إن خطيبها اتصاب واضطرت تقتله. بعدين في البيت جونغ وان دخل على السوشيال ميديا بتاعة يان هوا ولقى صور كتير ليها بسيف، وعرف كمان إنها خدت جايزة أكتر حد ببلغ عن زومبي. في الوقت ده سو كانت مشدودة لإعلان عن مهرجان كوسبلاي تنكر. تاني يوم جونغ وان راح المدينة وشاف الشرطة بتحاول تسيطر على مظاهرة. الناس بتطالب يعرفوا السبب الحقيقي للفيروس وعايزين عدالة للي اتقتلوا وهم مصابين. في شقته القديمة جمع هدوم بنته ولقى صندوق في الدولاب جواه صور لسو مع أصحابها ويومياتها، بس لما جه يقرأها تخيل بنته بتقوله ما يعملش كده، وطلبت منه يصبر لحد ما تخف، وانتهى بيهم الحال بيرقصوا سوا. بس لما افتكر إنه بيتخيل انهار. وسط الصور كان في صورة لمهرجان الكوسبلاي السنة اللي فاتت، وافتكر قد إيه سو كانت مشدودة للإعلان. جونغ وان رجع البلد وأقنع دونغ بي يساعدوا ياخدوا سو للمهرجان، لأن ده ممكن يساعدها ترجع ذاكرتها. ولما رجع البيت لقى يان هوا بتتعشى مع والدته. في اللحظة دي سو حاولت تخرج من أوضتها، فجونغ وان زقها لجوه بسرعة قبل ما يان هوا تشوفها. سو بدأت تزمجر وتخبط على الباب، ويان هوا حست الصوت مألوف. جونغ وان صفر بسرعة عشان يشتتها وسحب يان هوا بره البيت وقال لها بصرامة ما تجيش تاني. تاني يوم بام سون حطت مكياج لسو عشان تجهزها للمهرجان. دونغ بي ظهر لابس تور لأن اللي بيلبس تنكري بياخد خصم. بام سون ورتهم النتيجة النهائية والرجالة اتفاجئوا بجمال سو. وهم واخدينها للمهرجان بام سون حضرت اجتماع للبلدة، والعمدة أعلن إنهم خدوا جايزة لكونهم خاليين من الزومبي. بام سون بخت المشروب من الصدمة ويان هوا شكت. العمدة سأل بام سون ليه حفيدتها مش بتروح المدرسة، فحاولت تشرح إنها عيانة، بس العمدة ويان هوا قالوا دي حجة فارغة. بام سون بتوتر قالت إن سو بتدرس منزلي وحاولت تمشي، بس قعدت لما العمدة قال هيعملوا كاريوكي. في المهرجان الرجالة انبسطوا جدا، بس سو فضلت بنفس التعبير التايه. جونغ وان وراها صور لزيارتها القديمة بس مفيش فايدة. في اللحظة دي دونغ بي قرأ أخبار إن علاج الفيروس قرب يترخص. الرجالة حضنوا بعض واحتفلوا، بس لما لفوا سو كانت اختفت. في الوقت ده سو كانت ماشية ورا ريحة حلوة وخبطت في واحدة وقعتها. في الأول زمجرت لها بس اهتمت بالريحة ومشيت بدل ما تهجم. وصلت لكشك أكل وخدت شوروز من غير ما تدفع، فالبياع خاف. الرجالة لقوها وسو صدمت أبوها لما قالت كلمة تشوروز. جونغ وان حضنها وعيط من الفرحة وقال للبياع هيشتري كل اللي عنده. لما بام سون رجعت البيت لقت القطة بتنونو بزهق لأنها كلت كتير. طلع إن يان هوا أكلتها عشان تلهيها.
ودلوقتي هي قاعدة مستنية بالسيف بتاعها. بامسون حاولت تطردها، بس يان هو طلعت يوميات التقدم بصور سو وهي زومبي. كانت عايزة تعرف لو أم سو بتعرف بالكلام ده، فبامسون علت لها إن بنتها ماتت. دلوقتي يان هو ارتبكت لأن أهل سو المفروض إخوات، بس طنشت الموضوع وكلمت البوليس. بامسون خدت منها التليفون وشرحت إن جونغ وان مش أبو سو البيولوجي. أبوها الحقيقي ساب الأم عشان يشتغل في المدينة، وكان بيظهر بس عشان يطلب فلوس. جونغ وان فضل جنب أخته عشان يساعدها تربي الطفلة، وكان مستمتع بدوره. وفي ليلة عيد ميلاد جونغ وان، دونغ بي سحبوا بار عشان يحتفلوا، وسابوا سو لوحدها. بعد الحفلة كلم أخته يطمن عليها، بس هي كانت غضبانة جدا، ومن كتر ما كانت مشتتة بالمكالمة عربية خبطتها وماتت في الحال وهي بتعدي الشارع. ومن وقتها جونغ وان اتكفل بسو اللي اختارت تقوله يا بابا وهي لسه طفلة. وفلوس التأمين خدها الأب البيولوجي وهرب مع عشيقته. في اللحظة دي سو والرجالة رجعوا. يان هوا رفعت السيف وهجمت جونغ وان، حمى بنته والسيف خبطه في ظهره. سو زمجرت وحاولت تهجم، بس جونغ وان وقفها. يان هوا اتصدمت إن في زومبي بيسمع الكلام، بس رفضت تصدق عشان ده معناه إنها ظلمت خطيبها وقتلته من غير ما تديه فرصة. هجمت تاني ووقعت دونغ بي قبل ما جونغ وان ووالدته يصدوها. بامسون هدت الكل لما كشفت عن مصيبة تانية. العمدة عايز سو في المدرسة بكرة، وإلا هيسحلوها برا البيت. جونغ وان رفض، بس يان هوا قالت لو هي كويسة زي ما بيقول يبقى المدرسة مش مشكلة، ولو ما راحتش هتبلغ البوليس. تاني يوم سو راحت المدرسة بمكياج تقيل. يان هوا قالت للطلاب إنها عملت حادث وما بتعرفش تتكلم كويس كغطى للقصة. جونغ وان جاب أكل لبنته ويان هوا خرجت تاخده منه. طالبين استغلوا الفرصة وبدأوا يضايقوا سو ولمسوا وشها وصرخوا لما عينيها لفت في اتجاهين عكس بعض. جونغ وان دخل بسرعة يظبطها وعمل نفسه إنه عرض جانبي للحادث. في حصة الألعاب سو مسكت الكورة ومعرفتش تبصيها فوقعت منها. البنات زقوها على الأرض. جونغ وان كان بيراقب بتوتر من بين الشجر، وتخيل إنها بتعمل حركة العين تاني وبتطلب الكورة بصوت مرعب. بس دي كانت خيالاته، ولما هي رمت الكورة جت في وش جونغ وان اللي كان مستخبي، فطلع وخد بنته ومشي. في الصيدلية دونغ بي عمل مساج غريب لوش سو عشان يرجعه طبيعي بعد ما تشوه، بس كان بيرجع تاني بعد ثواني. يان هوا جت تعتذر وجابت كيس تفاح من الأطفال اللي مستنيين برا. سو بصت لهم ورفعت إيديها تلوح بجمود، وده صدم يان هوا. بالليل جونغ وان ويان هوا اتناقشوا، وهي مش عارفة تعترف بغلطها ولا تكمل في كره الزومبي. في البيت حد خبط على الباب وبامسون اتصدمت لما شافت أبو سو الحقيقي اللي وراها فيديو على تليفونه. الست اللي خبطت في سو في المهرجان صورتها وبتشتكي منها على النت. الراجل دخل بالعافية وبامسون والقطة هجموا عليه، بس هو كان أقوى، شاط القطة ووقع العجوزة وربط سو وخدها في عربيته طمعان في مكافأة البوليس. جونغ وان عارف باللي حصل فجري وسط الغابة عشان يوصل للطريق أسرع. اتكعبل واتزحلق لحد ما نزل في نص الشارع. العربية فرملت قبله بسنتي. جونغ وان نزل ضرب في جوز أخته وفك سو، بس الراجل نط عليه وضربه. جوز أخته حكاله عن الفيديو الفايرال وعرض عليه يقسموا المكافحة، وشتته كفاية عشان يعضه ويرميه بعيد. وبينما الراجل بيكمل ضرب في جونغ وان، سو فقدت السيطرة ونطت على أبوها البيولوجي وعضت رقبته. جونغ وان شدها وهداها بكلمتين، ولما الزومبي الجديد حاول يهجم جونغ وان قتله. بعدها جونغ وان خد سو للبيت وكان عندها حمى. قال لوالدته إن جوز أختها مش هيرجع تاني، وقال لدونغ بي إنه هياخد سو ويمشي، وطلب منه يعمل نفسه ما يعرفش حاجة. ولما جه يمشي والدته أصرت تيجي معاهم، وحتى القطة فضلت تنطط في الصناديق عشان تيجي. تاني يوم الصبح بامسون قابلت يان هوا عشان تديها رسالة من جونغ وان، بس اتسمرت لما شافت عربيات جيش داخلة القرية. حاولت تكلم ابنها بس التليفون خارج الخدمة. فتحت الرسالة لقت إن ابنها خدعها ومشي بسو لوحده. العساكر فتشوا البيت ملقوش غير القطة. على الرصيف البحري جونغ وان بيجهز المركب، بس العساكر وصلوا وحصروا المكان. الاتنين استخبوا في مبنى، وجونغ وان قال مش هيخرج إلا لو وعدوه ما يموتوش سو. العساكر رفضوا التفاوض وبدأوا يكسروا الباب. جونغ وان اعترف لسو إنه فشل يحميها، وطلب منها تعضه عشان يفضلوا سوا لأبد الآبدين. سو رفضت،
ففضل يعيط ويترجاها لحد ما عضت رقبته. فجأة العساكر اقتحموا وفتحوا النار. جونج وان عمل نفسه درع بشري واتضرب بالنار ووقع. سو انهارت وهي شايفاه بيقع، وأخيراً نطقت كلمة بابا. لما سمع كده الكابتن أمر بوقف إطلاق النار. جونج وان بارك لبنته إنها اتكلمت ولمس خدها قبل ما يغيب عن الوعي. سو انهارت وهي افتكرت يوم ما عملوا رجل تلج سوا. يومها نادته يا عمو وشكرته إنه بقى يباباها. بعد فترة سو صحيت في المستشفى، خفت تماماً. بام سون خدتها أوضة تانية وكشفت إنهم أنقذوا جونج وان، بس هو في غيبوبة. لقوا أجسام مضادة في دمه واستخدموها للعلاج. صورته بقت في كل أخبار العالم. الأطباء رجحوا إنه طور مناعة وهو بيدرب سو، ودمه هو اللي عالجها ودمه هو اللي عالج سو. سو قرت يوميات التقدم وعيطت لما عرفت هو عمل إيه عشانها. بعد أيام سو دخلت مسابقة الرقص. بام سون صورتها ويان هوا شغلت الفيديو لجونج وان في المستشفى، وده خلى صباعه يبدأ يتحرك. وبكده تنتهي حكاية جونج هوان وسو، الحكاية اللي أثبتت إن الأبوة مش بس بالدم، دي بالتضحية والاهتمام. جونج هوان ما كانش مجرد عم، ده كان أب حقيقي استعد يضحي بدمه وروحه ويقف قدام الرصاص عشان ينقذ بنته، وتضحيته دي كانت السبب في إنقاذ البشرية كلها. لو عجبك ملخص النهاردة وحسيت إنك اتأثرت بالقصة، ما تنساش تخبط اللايك المتين وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقول لنا في الكومنتات، تفتكر الحب ممكن يخلي وحش يفتكر ذكرياته؟ أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.